كده حازم ازيك؟ ازيك وحشنا. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك ربنا يخليك. مش هتخش الانتخابات خلاص؟ نعم؟ الانتخابات اتحاد الكوره خلاص هارد لك؟ لا يا عم الحمد لله. الواحد اصلا كده ما كنتش هكمل فيها، بس كنا الواحد بيبعت رساله يعني للناس اللي هي متثبته فيها. يعني ممكن في ناس كتير تخش وناس. طب وشايف الرساله وصلت يا كابتن ابراهيم ولا ما وصلتش؟ لا ما فيش رساله بتوصل خالص الايام دي. لان هو الوضع اسوء من الاول يعني. هو الناس الموجوده وهو التربيطات وهو كل حاجه اللي مش مظبوطه اللي بتاخرنا لورا مليون سنه تاني ان شاء الله. كابتن ابراهيم كنا بنتكلم، معرفش كنت متابعنا دلوقتي، كنت بتكلم مع كابتن حسام بقول له ليه في جفاء ما بين انا هاخد من النقطه الاخيره يا حازم. اتفضل يا كابتن. اللي هو حته ان انا كنت بخش انا كنت بقول لكابتن حسام مثلا في ناس بتاخد على الموضوع ده بطريقه سلبيه. طيب انا عاوز اوضحها على فكره. اتفضل يا كابتن. انت انا معايا قرار من مجلس اداره. قرار من مجلس اداره اللي هو انت منهم محازم وهو الاستاذ ممدوح عباس. قرار باجماع بالمجلس اداره ان انا متحدث الرسمي. صح حازم؟ ما قلتش انت دي وانت عارفها كويس. لا انا بتكلم على مش موضوع كابتن. القرار مختوم ومعايا. انا فاهم يا كابتن. انا مش بتكلم على. انا حبيت على فكره سبحان الله يعني انا عملتها لليوم ده. لا مش يوم ولا حاجه كابتن. انا انتهى القرار لليوم دوت لان انا عارف ان في نادي الزمالك معلش يعني الدنيا ما فيش كلمه بتبقى لان في مجالس متغيره فما بيبقاش صح. بس انا كابتن بتكلم في حاجه على موضوع المتحدث الرسمي وموضوع يعني المتحدث الرسمي بيقول كل ما يخص الفرقه، ولكن مثلا انا بقول لكابتن حسام ليه في ناس انا بسمع جوه النادي يقول لك كابتن ابراهيم بيطلع في كل قناه لو حد بيقول حاجه بيطلع مش بيقول خبر، بيقول بيصحح او مثلا بيعلق على خبر كاذب بشكل مبالغ فيه. بس ده حضرتك يعني علق لي على هذا الموضوع. مفيش، انا كنت بطلع المفروض المتحدث الرسمي ده بيطلع يعمل ايه؟ علي صوتك يا ابراهيم. المتحدث الرسمي ده بيطلع بيعمل ايه؟ مش انا في حاجه بتخص الفريق، في حاجه بتخص مباراه، حاجه بتخص لعيب، ولا انا كنت بخش مثلا بشوف النادي هيتبني المبنى الاجتماعي هيتبني فانا بقول رايي فيه، ولا بجيب حاجه ولا مبنى اجتماعي ولا الكراسي اللي في النادي ولا اعضاء مجلس اداره. انا بتكلم وكان المباركه من الاستاذ ممدوح وانتم كمجلس اداره وكنتم مرتاحين جدا وقاعدين في البيت الامور كانت هاديه وكنتوا بتمشوا في الشارع مبسوطين جدا، واحنا وانا وحسام اللي كنا بنعادي الدنيا كلها عشان خاطر شغلنا مش عشان خاطر حد. كنا نقول كلمه حق نادي الزمالك كنا بنتحارب من جهات كتير وانت عارف الكلام ده. في حسام عمال في نقطه بيتكلم فيها بس هو تقريبا عايز يقول حاجات كتيره بس هي النقطه مباشره لازم حسام يقولها. اتفضل يا كابتن. انت بتقول ليه اداره نادي الزمالك او الناس اللي جوه نادي الزمالك اللي هم المدربين ليه العلاقه او هم في جفاء؟ تمام يا كابتن. حسام ما خدش باله. اقول لك بقى حسام ما خدش باله ان يقول ان احنا قبل ما نخش نادي الزمالك اول مره كمدربين او كجهاز ان في ناس لبست اسود وكان في حرب عالميه معموله عشان ما نخش نادي الزمالك. اذا بس لبست اسود دي يا كابتن ما اعتقدش، ممكن يبقى في حرب بس السواد ما اعتقدش يا كابتن ابراهيم. يا حازم انت معناها واحد يا حازم. والجرايد موجوده يعني انا قصدي مثلا يبقى مش موافق بس ما لبسوش اسود. مدربين لبسوا اسود يا حازم عشان حسام حسن جاي وابراهيم حسن. اقول لك ليه حسام برضه. ايوه طب ليه يا كابتن الموضوع ده يعني هل انا عايز افهم من كابتن حسام. ابراهيم عارف ليه يا ابراهيم؟ اقول لك خليه هو بس وانت معانا خليه هو عشان عارفين ان انت هتنجح المكان فهم عايزين المكان واقع عشان يفضل واقع. خليه يسمع بس الراجل صح هو معانا الكابتن نرجع لك تاني. اتفضل يا كابتن. عشان في نقط مباشره انا بتكلم مباشر. انا اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. انت عشان خاطر حته حب الجمهور دي مضايقه ناس كتير قوي ما يعرفوش ان الحب ده جاي من ربنا. ربنا اللي بيبعت الحب ده في قلوب الناس. اللي بيحب ربنا بيحبب فيه عبد او يحبب فيه الناس. صح. في ناس كتيره زعلانه بالكنز اللي بعته لنا ربنا ده. ففي ناس عارفه ان حسام وابراهيم بيجتهدوا وبيشتغلوا بضمير هيخشوا مكان ولله الحمد بتخش مكان بتعلم فيه باذن الله بالناس اللي موجوده وبتوفيق ربنا وبمجهودك. وبص خد بالك يعني مش بحسام وابراهيم لا باذن الله وباللعيبه اللي موجوده وزمايلك والجهاز اللي معاك والاداره اللي موجوده. تمام. فدي يا حازم اللي مزعلها ناس كتير عشان كده حته الجفاء موجوده ليه؟ لان معظم المدربين اللي موجودين بيشتغلوا في نادي الزمالك ما حققوش حاجه اللي هم بيقولوا ولاد نادي الزمالك. طب يا كابتن هسألك سؤال في النظر، لو حضرتك رحت مرنته الاهلي هل هيبقى في جفاء برضه ولا شايف الدنيا هتختلف؟ لا الوضع مختلف. النادي الاهلي غير نادي الزمالك. يعني الناس اللي فيه مختلفين معلش يا حازم. اتفضل يا كابتن. كل في النادي الاهلي كل واحد عارف البرواز بتاعه حتى لو جواه في قلبه ان هو ليه مش انا في الحته دي بس كل واحد عارف حدوده
محدش يقدر يتعدى على المدرب ولا المدير الفني الموجود او الجهاز الموجود. طب في نادي الزمالك حد تعدى على حضرتك؟ انما نادي الزمالك مشكله نادي الزمالك ان كل المدربين وكل اللعيبه القديمه كلهم فاكرين ان هم ده الورث بتاعهم، اللي محدش يجي الا هم، والنادي يبقى بارك في الحضيض، بس اهم حاجه محدش يجي جنبه يرفعه الا احنا. النهارده انا مشيت من الناس يجي صاد من الناس يجي وتلف الدايره، بس اهم حاجه محدش يطلع النادي من اللي هو فيه. فاهمني يا حازم؟ فالنادي الاهلي غير، النادي الاهلي بيقولوا كذا يجي كذا يبقى العالم كله وراه، انما انت في نادي الزمالك ايوه. بس يا كابتن ابراهيم، يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله كأن المدربين القدامى دول اصحاب قرار في النادي وهم اللي بيقدروا مثلا يفشلوك او الترابيزات اللي موجوده في نادي الزمالك، الترابيزات اللي بتتعمل في الاعداد كام ترابيزه اللي انت عارفهم، هم اللي بيقرروا مصير نادي الزمالك. فهو حسام انا عايزه كان يتكلم مباشر في ايه؟ ان احنا قبل ما نيجي الجفاء ده قبل ما. طب ليه يا كابتن ابراهيم مثلا انتوا بتقول في كذا ترابيزه، ليه مثلا ما تروحوش حاجه كابتن حسام ناس كبار تقعدوا معاهم وتلاقي مثلا ممكن يبقى هو سمع عنك مثلا انت بتقول عليه حاجه فمتضايق فتقعد معاه والدنيا تبقى كويسه. اسالك سؤال يا حازم، اتفضل. هل فييرا راح قعد على الترابيزات؟ هل فييرا نزل قعد مع المدربين؟ لا انتوا مصريين يعني انتوا. هل قعد؟ هل هنري مش قعد؟ هل مانويل جوزيه قعد؟ مانويل جوزيه راجل بروفيشنال بيجي يشتغل والاداره بتساعده اول الفشل يا حازم ان انت تنزل ترغي وتتكلم وتسيب شغلك. مبروك ولا كابتن، هي دي مشكله مصر على فكره، ولا الكابتن بتاع الناس. انا راجل مدير فني فريق اول نادي الزمالك، جاي اعمل مهمه ومساعده زي ما قال حسام كده من الناحيه الاداريه بالتليفونات اداه، انما ما فيش حاجه اسمها حازم ان انا انزل اطبطب او النبي اخد الماتش ده. مش تطبطب يا كابتن، تفتح حوار، يعني تفتح حوار مع الناس يا كابتن. يعني ممكن بقول لحضرتك مثلا انت عارف في مصر بيوصل كلام ممكن على لسانك انت ما قلتوش فيحصل جفاء بينك وبين حد معين، لو نزل والله ده طلعوا ناس مش زي ما احنا فاكرين، ده الناس دي طيبه جدا. يعني انتوا برضه يا كابتن ابراهيم انتوا حضرتك ليكوا شخصيه وكاريزما بتبان ان انتوا جامدين واقوياء، لكن بص لما حد يتكلم معاكم بشكل مباشر يقول لك ده طيبين جدا الناس دي مش زي ما كنا متوقعين. يعني اكيد سمعت الكلام ده كتير من ناس كتير في الشارع. يعني على فكره كان في مدربين بيجوا، الكابتن ابو رجيله بيجي، الكابتن مش عارف الكابتن سمير، كباتن كتير بيجي يتفرج على التدريب يسلمه. ما انا مش مطلوب منه ان انا ابص واخده الاحضان واقول له والنبي طب اخد امضته ولا اعمل حاجه. انا راجل عندي هم كبير اللي هو ازاي نادي الزمالك يبقى يوصل للصوره ان يبقى منافس قوي للمنافس لاي منافس فيه. فده اللي حصل. حسام باقل القليل عمل كده. اكيد الاستاذ ممدوح عباس لسه قايل الكلام ده دلوقتي. بعيب برضه في حقنا ان ولا في حق حسام ان يقول ان ده مش وقته. ايه هي وجهه نظر يا كابتن فنيه يعني في نادي كبير يمسك في وقته ومش وقته على ايه؟ وقته ان انا بعد ما اكون فرقه وبعد ما اعمل كل ده، طب ما المديرين الفنيين اللي هم كان مش وقتهم، طب ما انت قلت وقتهم وطلعوا مش وقتهم. وبعدين معلش انت بتتكلم على حسام حسن، عارف حسام حسن؟ كابتن انا معايا بس دقيقه عشان عندنا اذان فحضرتك في دقيقه بالظبط. منتخب مصر اتفضل يا حازم، قيمه حسام حسن منتخب مصر ونادي اهلي ونادي زمالك ونادي كبير ويحترف بره ويمسك تدريب بره. ان شاء الله. ما تقوليش ان فييرا، مع احترامي مش عايز اغلط حد، ما تقوليش ان فييرا دوت يبقى هو دوت وقته من نادي الزمالك اللي بيلعب على بطوله. بس هو يا كابتن ابراهيم هو مش تقليل، هي دي وجهات نظر، في وجهات نظر يعني مش بيقلل من كابتن حسام، هو وجهات نظر بيقول ان هو اجنبي او يعني قصدي هو اتكلم على كابتن حسام بشكل قوي وبشكل يعني اداله حقه بشكل كبير. لكن وجهات النظر دي مين يا كابتن؟ شكرا يا كابتن ابراهيم، بشكرك. وجهات النظر ده مين؟